شلونك صوفي؟ شخبارك؟ يابا مبروك على التخرج وعلى التعيين. هلا حبيبي. يا تعيين ايش بيك؟ وبس تخرجت بعد هاي راح الزم دعاوي واستلم فلوس من عندهم. ماكو دعاوي ماكو فلوس. انا عبالي انت بس تتخرج محامي، ها هي تعينت. لا مفتهم الموضوع غلط. انت شوف مثل هسه عندك مشكلة انا اترفع عنك، نروح يم المحكمة نحلها واخذ فلوس من عندك. اها. زين، يعني انت اي مشكلة يعني تقدر تتوكل عنها؟ ايه عادي، اي مشكلة بس هسه انت تريد ترفع دعوة على شخص او طلاق او اي شيء انا اترفع عنها مثلا. وهسه انت مو عندي مشاكل ويا زوجتي ويا امي وامي جبرتني عليها وانا كنت صغير وما اعرف. اذا لسه انا اقدر ارفع دعوة على امك تقدر تقاضيها وتاخذ مبلغ مالي من عندها، وانت تقول ام عندها فلوس استغل الفرصة واستفاد. ايش بيك واني هسه محامي مالتك؟ ايش قلت؟ اي والله هاي خوش فكرة، هاي ارفع دعوة على امي. يقولك زين الفلوس من يعطوني اياها المحكمة واعطيك من عندها. ها هي صار امشي. اي عاج، هسه هاي سحر باسم اسم سحر تعرفها ما شاء الله. راح تطلق من رجلها انا المحامي مالتها، قالت بس طلقني اللي تريد اعطيك اياه. وقلت لها ترى انا حسابي بالدولار، قالت لي عادي جيد تريد اعطيك بس طلقني راح اطلقها. ايش بيك انت؟ شوف انا مجهز لك كل شي، انت من الطب شو تقول له؟ قل له سيدي امي جبرتني وانا ما اريدها والهاي، حتى دا قال دليل عندنا دليل، عندنا يجون ويحلفون كذي ما لك علاقة. انت يمي بعد وصلت على قولتهم اللي اريده من عندك ما ترتبك، عرفت؟ يصير سبع تعرف تحكي توقف قدامه صوت عالي. اوكي ها هي تمام صايرين. يلا متفقين. شايف اذا طلعت لي مبلغ حلو لي عشاء كله، لو زرزور لو حج حسين، وانت بكيفك بعد اختار. استاذ علو، ليش تريد ترفع دعوى قضائية على والدتك؟ سيد القاضي، امي زوجتني وانا صغير وكنت طفل ما اعرف كل شيء، خلتني اتزوج الا بنت اختها، ولا عشت شبابي ولا اخذت حبيبتي ولا طلعت ويا جماعتي. انا اريد تعويض مليارين. سيدي القاضي، بما اني موكله، هذه السيدة اللي امامك قامت بظلم هذه الشاب بزواجه بعمر 16 عام، لان بعد جاهل سيدي بعد جاهل، وزوجته حتى تمشي بنت اختها اليه وما كان رايدها، وكان حتى لا يطلع وياني ولا اي شيء خطيه. والله انا ابكي عليه كنت ابكي عليه. تفضل حجيه تكلمي. استاذ، اريد الزم هذول الملاعين والعن سلفه سلفاهم. لو بهذا ابو الوسخ يدور مليارين روح جاي فاغسل نفسك ابو الوسخ. والتيل هاي شي ابن ام السحوره، انا علمك بالطلعه. حجيه جاوب على هل هذا الكلام صحيح؟ لا استاذ، كذابين ذولي. هو قال اذا ما اتزوج بنت خالتي انتحر من السطح، لو اربط نفسي على السجف ثوب وجيري ويجي القطار يدعمني واخلص من عندكم. قلت هذا خبل خاف يسويها ورحت تزوجته، لو ادري هيك حتى ولا ازوجه واخليه فقر. لا سيدي كذب، ماكو هيجي. زين انت المحامي عندك دليل؟ اي نعم عندي دليل. تعال ابو شاهين، تعال سولف.